السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده 27/6/2025. طبعا يعني في حالة جديدة النهارده معايا، في ضيف جديد معايا النهارده عايز اوريه لكم. بصوا يا جماعة. طيب انا هقول لكم ايه قصته ده، بس ايه، نروح على العربية. لسه مولود النهارده. باختصار انا لقيته عمال ينونو وصوته عالي جنب البيت عندي. ايه يا رب ده، ايه يا رب ده، طب ده فين فين فين؟ فضلت ابحث عنه لحد اما لقيته في كيس بلاستيك، يعني لقيته جوه كيس بلاستيك. انا معرفش بقى مين اللي حطه في كيس بلاستيك، او مين اللي رماه في كيس بلاستيك، او هو دخل لوحده ولا لا. بس ده قط لسه مولود النهارده، يعني ده لسه مولود النهارده، فاهمني؟ فرحت خدته زي ما انتم شايفين كده. اعمل ايه، اتصرف ازاي، معرفش ايه. بصوا لسه يا جماعه صغنون خالص خالص خالص. بصوا اهو لسه مولود النهارده. طبعا هتسالوني ايه ده يا جماعه؟ الحبل السري بتاعه ده الحبل السري بتاعه زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا عيني، لسه مولود النهارده خالص، لسه بصوا صغنن خالص يا جماعه، صغنن خالص. طبعا انا اتصرف ازاي، اعمل ايه؟ انا طبعا موضوع الحبل السري ده انا عايز اقطعه. انا مش عايز اتعافى عليه شويه عشان ما يحصلوش حاجه. انا موضوع الحبل السري ده هحاول. الناس اللي بتقرف يا ريت يعني افصل الفيديو لو بتقرف. انا ما بقرفش من الحاجات دي، بس مشكله انا يعني خايف. انا ما اعرفش هل انا اشيل الحبل السري عادي ولا ايه المشكله. مش عارف يا جماعه والله. يعني انا اول مره اشيل الحبل السري انا بايدي، فاهمني؟ يعني من المفترض ان الام اللي هي اول ما بتولد بتشيل الحبل السري، هي اللي بتقطعه، لان هو اول ما بيتولد بيبقى عليه زي غلاف كده، اللي هو الرحم اللي كان عايش فيه. فيا عيني بصوا لسه ما فتحش عينه يعني لسه. فطبعا الام بعد ما بينزل بتفضل تلحس فيه لحد ما بتشيل الكيس اللي عليه ده اللي هو الغلاف ده، والمفروض ان هي بتنضفه. تمام. والكيس ده على فكره هي بتاكله، يعني هي الرحم ده بتاكله. طبعا ده بقى الجلد اللي كان عليه يا جماعه، ده الجلد اللي كان عليه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان القط ده اتولد تقريبا في نفس المكان، والام سابته ومشت. ما تفهمش بقى ايه السالفه او ايه القصه، ما تفهمش. انا طبعا عايز اشيل الحبل ده باي طريقه إن كانت. انا خايف والله، مش عارف ازاي والله. يعني انا قلقان والله، خايف اتعافى عليه والله. يعني انا بحاول اهو بقدر من الامكان ان انا قطعت الحبل الحمد لله. قطعته الحمد لله، قطعته. طيب اهو زي ما انتم شايفينه. يا عيني لسه مولود، يا عيني لسه مولود النهارده، بتاع ابن النهارده والله. ده ابن النهارده. بصوا طبعا هو عايز يمشي ويعافر ويروح هنا وهنا. طيب انا بقى فكرت في ايه. انا في ام انا باكلها كل يوم، هي واولادها. في ام كل يوم باكلها هي واولادها. فانا قلت اصل انا مش هعرف اتصرف ازاي. يعني انا انتوا برضو مش فاهمين. انا كان ممكن اخده البيت واربيه واكبره عادي، ممكن اكله ومفيش مشكله، واشربه لبن بالسرنجه بس يا جماعه انا يعني الناس ما تعرفنيش لسه. يعني اللي في ناس تعرفني على المستوى الشخصي، قلت لكم قبل كده، فعارفاني كويس قوي. انا يا جماعه بتعلق بالحاجه بزياده. يعني انا طبيعتي صعبه جدا. انا قط زي كده. شوف هو قط شارع، هو عادي يعني. تمام. لو انا خدته البيت عندي وشربته لبن بالسرنجة ومية واكلته وفتح عينه بعد اسبوع وشوية ومشي وشوية وكبر، اهو ده بقى. يعني انا لا يمكن اسيبه في حياتي بقى، لا يمكن لو هتنطبق السما على الارض، لا يمكن في يوم من الايام ان انا ارميه في الشارع. فانا من نوع اللي بتعلق بالحاجة بزيادة، انا بتعلق بالشيء بزيادة. فمش عايز اعلق نفسي بالقط ده، انا مش عايز اعلق نفسي بيه. طب ايه الفكره اللي فكرت فيها؟ انا كل يوم في ام بعدي عليها، انتوا شفتوها في الفيديوهات، انا باكلها. تقريبا هي اللي جايه دي، ولا دي بسبوسه دي؟ لا دي بسبوسه.
دي بسبوسه ولا الام؟ لا هي الام. الام دي يا جماعه انا كل يوم باكلها هي واولادها. فانا طبعا قررت ان انا احط القط ده عند، هي دي على فكره، هي دي هي الام دي. بس المشكله ان هم فيهم 2 3 شبه بعض، فانا مش عارف هي الام ولا مش هي، بس هي طبعا الام. انا قررت بقى ان انا احط القط ده عندها هناك، وهي بقى يعني هي بقى ربنا يحط فيها الرحمه، وربنا يحط فيها كده موضوع الامومه شويه وتتبناه. يعني انا ده اللي انا هقدر اعمله والله العظيم، مش هقدر اعمل اكتر من كده، فاهمني؟ فعلى قد ما اقدر والله ده اللي انا قدرت اعمله. يعني طبعا ده مكان الاكل بتاعهم، في ناس اهو والله جزاهم الله خير حط لهم اهو اكل على خشب وبتاع. طبعا ده رز وكده، هم اكيد كان في فراخ قبل كده ولا حاجه. انا هحط لهم دلوقتي دجاج، بس هحط طبعا القط ده عندهم دلوقتي واشوف حتى رد الفعل ايه، فاهمني؟ فانا بصراحه مش عارف بصراحه هل القط ده يعني، خلوني بس كده يعني انا اهو المفروض ان انا بص. طبعا الام عماله تسمع ايه، بصوا 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 بقى، بصوا بصوا بصوا. دي ردة الفعل كده مبدئيا، دي ردة الفعل مبدئيا. انا ما اعرفش بقى هي هتعمل معاه ايه. يعني انا لحد دلوقتي مش عارف هي هتعمل معاه ايه. تعال بس ناكلهم الاول، نحط لهم اكل الاول. خلاص يا جماعه اهو، كلوا يلا كلوا. طيب كده المفروض حطيت لهم اكل الحمد لله. وكده بقى جه دور القط ده، جه دور القط ده. طيب انتوا زي ما شفتوا الام كده بصوا بصت عليه وعماله برضو لسه يعني الموضوع ملفت برضو الانتباه. طبعا انا جايبه هنا عشان هي ممكن في امل ان هي ترضعه او حاجه لحد ما يكبر شويه تتبناه. يعني ربنا يحط فيها بس كده الرحمه كده والهدايه كده وترضعه او حاجه او تتبناه يا جماعه، فاهميني؟ طبعا هي الام بتاكل. انا لحد دلوقتي ما حطيتش الصغنون ده، بس احط بس اكل للقطه دي. ماشي، تعالي يا دودو تعالي. بسبوسه بسبوسه، هي بسبوسه تخنت والله العظيم، تخنت يا جاموسه. والله يا جماعه بسبوسه تخنت، بسبوسه يا جماعه تخنت والله. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله ما شاء الله. تعالي، مش بحسدك والله يا توتو، والله توتو مش بحسدك. ما انت خلاص عندك اكل اهو. تعالي بابا. بسبوسه زوزي، بسبوسه تعالي هنا يلا. طبعا يا جماعه خلاص حطيت اكل البسبوسه، المفروض بقى ايه؟ جه دور القط الصغنون ده. انا ايديا كلها بقت زيت، يعني مش عارف دلوقتي. طبعا هم ولاد الذين دول يقول لك الصوت ده جاي منين. الكلب ده كان مختفي، ده كان مختفي، ده كان مختفي، ده كان يعني هم انا افتكرته مات والله. يعني هم كانوا 3 بقالهم فتره، بقالهم حوالي 3 4 ايام وهم 3. معرفش ده جه منين، فاهمني؟ طيب عموما هنشوف بقى القط الصغير ده هنعمل فيه ايه دلوقتي. يعني بس انا ايديا كلها زيت. المشكله يعني في مناديل في جيبي؟ لا حتى ما فيش مناديل في جيبي والله. طيب بسيطه ان شاء الله. يعني انا ممكن اخد كيس من الاكياس دي، ماشي، والبسه كده، فاهمني؟ المفروض بقى ان انا هطلع دلوقتي القط الصغنون ده احطه جنب الام واشوف هتعمل معاه ايه. هل هترضعه، هل هتستقبله كده، ولا هل هتنفره؟ مش عارف والله. لما نشوف بقى ردة الفعل بقى، ولما نشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. هي خايفه منه يا عيني. يا ولاد الذين انتوا هتاكلوها ولا ايه يا مجرمين؟ انا ما اعرفش هم دلوقتي بيعملوا ايه او هم هدفهم ايه دلوقتي. يعني هم طبعا زي ما انتوا شايفين كده الموضوع الموضوع كوميدي بصراحه يعني. تعالوا نقرب شويه كده. طب يا ماما دلوقتي دي عايزه ترضع، يا ماما دي عايزه ترضع دلوقتي حليب يا ماما. يعني كتر الله خيرك، يعني لو انت
تكرمتي علينا ورضعتيها. طيب ولا انت شايفه ايه؟ ها؟ مش عارف والله يعملوا معاها. هم خافوا منها الكلاب دول، خافوا منها سابوها ومشوا. طب وبعدين يعني انت هتعملوا ايه دلوقتي؟ عمالين بيشمشموا فيها. طبعا انا عملت لهم الميه دي. كانت في حنفيه هنا، هي مش ساقعه قوي ولكن فتره يعني نوعا ما كويسه. هحطها لهم بشكل مؤقت. بكره هجيب لهم ان شاء الله ميه ساقعه من عندي من البيت في كيس كده زي ما بجيب كل يوم، في كيس كده وفي كام حته تلج. بتاكلوا من هنا، بتاكلوا من هنا ومن هنا. طيب تعالوا ميه. ادي الميه. طب يا ماما، يا ماما مش هتاخدي ده يا ماما؟ طيب طب هنعمل فيه ايه دلوقتي يا ماما؟ يا ماما، يا ماما ده عايز يرضع يا جبلة. اشربي ميه، اشربي ميه. وبعدين بقى في الليلة دي والله يا جماعة انا ما عارف اتصرف ازاي، والله العظيم اقسم بالله ما عارف اتصرف ازاي بجد. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. ده يا جماعة مش هيقعد لبكرة، ده هيموت من الحرارة، من الاخر كده. ده هيموت من الحرارة يا جماعة. ده لو قعد كده بكرة في الشارع اللي هو النهاردة يعني اللي طالع علينا كده ده، وخد الشمسية كلها بتاعت النهاردة ده، على اخر اليوم مش هيكون موجود. يعني انا بس مش عارف، انا مش عارف امه فين. يعني امه، يعني ده نزل اكيد من بطن، صح؟ طيب نزل من بطن امه، طب امه فين؟ امه راحت فين؟ سابته ومشيت ازاي؟ انا اعرف ان في قطط ساعات ما بترضعش ولادها، في قطط ساعات بتسيب ولادها، بس يعني دي حالات نادرة خالص. يعني بتبقى واحد من قطة من مليون قطة ممكن يعملوا كده. انما طيب ده يعني الام دي مش عايزة تاخده. طيب يعني الام دي مش عايزة تاخده. ده ايه حلنا معاه بقى ده يعني النهارده في الليله اللي مش هتعدي دي النهارده؟ يا ماما، يا ماما تعالي خديه يا ماما. عايز يرضع يا ماما، مسكين يا ماما. يا ماما مسكين يا ماما، تعالي شوفيه. طيب ها، تعالي بص عليه يا صبري. طيب يا جماعه، طيب طب المفروض ان انا يعني انا جبته اهو، حطيته هنا، ودي برضه عماله تحوم حواليه. انا مش عارف هي عايزه ايه، يعني هي ناويه على ايه؟ مش عارف. طيب والله قط زيك والله، مش ثعلب يعني، قط زيك والله. بيبي صغنون يا ماما، عايز ياكل يا ماما، والله عايز يرضع يا ماما. ها بص اخواته جايين اهم. مالكوا هربتوا ليه؟ طيب هربتي ليه انت منه؟ طيب تعالوا شوفوه يا جماعه. يا دودي، يا دودي، تعالي بص عليه يا دودي. هم دول اولادك صح؟ دول اولادك صح كده؟ ماشي تمام. وده برضو اعتبريه ابنك برضو. يلا يا جماعه، انا يعني مش هقدر اقف قدام البيت اكتر من كده، عشان انا كده غلط. الناس كده في كاميرات قدام البيت، ممكن الناس تطلع تقول انت بتعمل ايه هنا. حقهم بصراحه. فمش عايز اطول اكتر من كده قدام البيت، عشان ده كده مشكله عليا، فاهمني؟ فيا جماعه والله انا مش عارف اعمل ايه، بجد مش عارف اعمل ايه والله. يعني انا اعمل في ده ايه؟ طيب انا اعمل في ده ايه؟ انا كده عملت اللي عليا، قلت هجيبه هنا يمكن تحن عليه وترضعه. للاسف مفيش اي فايده لحد دلوقتي، لحد هذه اللحظه مفيش فايده. مش هقدر اقول حاجه واحده بس، يتولاه ربنا سبحانه وتعالى. يتولاه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي جابه الدنيا وربنا اللي هيتولاه. ربنا مش هينساه. طالما ربنا جابه الدنيا ربنا عمره ما هينساه. ربنا عمره ما هينساه.
انا كده حطيته عندهم هناك، وانا كده مش هينفع اقف قدام البيت لان كده فاتح الكاميرا، وفي عربيات برضو رايحة جاية وعمالين برضو بيبصوا عليا، لان هنا مفيش حاجة اسمها تقف قدام البيت وتصور او تصور البيت، ممنوع يا جماعة، غلط الكلام ده. ولو صاحب البيت طلع دلوقتي يتكلم معايا حقه بصراحة، لان كل بيت هنا عنده كاميرات ودي مشكلة، ما ينفعش. فيا جماعة انا بصراحة مش عارف اعمل ايه. انا ده المكان اللي بيقعدوا فيه على طول الام دي وولادها الاربعة، ده المكان اللي على طول بيقعدوا فيه. انا حطيت القط الصغير ده عند المكان ده، ربنا يتولاه برحمته، وربنا جابه الدنيا يبقى اكيد مش هينساه، ولو ليه نفس ولو ليه عيش في الدنيا هيقعد وهيعيش، ولو مش له نفس ومش له نفس ولو مش هيعيش في الدنيا فربنا هيتولاه برحمته. هكمل طريقي، وانا معيش الا حبة صغيرين دجاج، معيش الا حبة صغيرين دجاج. هشوف زقلوطة مثلا كده، اروح لزقلوطة عند ماكدونالدز او للتلاتة اللي عند ماكدونالدز الصغيرين، واحط لهم الاكل ده وهتمد كده عند سفروتة واحط لها الاكل. والله المستعان يا جماعة، انا طبعا مش هقدر اطول في التصوير اكتر من كده، ومش هكمل تصوير لان بصراحة انا اتعكننت كده. انا النهاردة يومي كده قفل، ومش يومي بس اللي قفل، انا كده انا يومين 3 كده مقفول. فغير كده ان انا كمان مش عايز اجي بكره هنا، لان انا متاكد لو جيت بكره يعني الله اعلم، انا لسه ما اعرفش، الله اعلم لو انا جيت بكره ايه اللي ممكن يحصل، هل الامات ولا عايش، مش عارف يا جماعه، ما اعرفش. قطه اهي، حاضر حاضر، تعال، حاضر 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 حاضر، دقيقه واحده، حاضر، دقيقه واحده، دقيقه واحده. يا عكننة الايام، تعالي يا عكننة الايام، عكننة على مستوى بصراحة. تعالوا يلا كل، يلا يلا، تعالوا كل، يلا كل، يلا هنا يا ماما، روح كلي هنا، يلا هنا روحي كلي. بس كده انا يا جماعة بصراحة قفلت ونفسيتي بقت زي الطين، قفلت انا كده خلاص، ما بقتش كده خلاص طايق نفسي النهاردة. فبجد يعني خلاص كده انا هقفل وهكمل طريقي العادي، وشكرا ليكم واحلى صباح عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.